رقم واحد، لازم تفهم الشخص ده بيحب إيه وبيكره إيه في العلاقات وفي حياته عمومًا، يعني لازم تفهمه علشان تعرف تتعامل معاه بنفس الأساليب اللي هو بيحبها. يعني مثلًا لو إن الشخص ده بيحب يتعامل بأسلوب هادي وبيكره الزعيق والعصبية، خلّي أسلوبك أنت دايمًا هادي معاه. ولو إنه مثلًا بيحب يتعامل كنوع من التجاهل، في تعامل أنت كمان معاه بنوع من التجاهل. وده لإن تعاملك هنا معاه بيكون كنوع من تقديم الأساليب اللي هو بيرتاح للتعامل بيها. رقم 2، عايزك تظهر للشخص ده إنك أنت بتحب تعتمد على نفسك، وإنك واثق من نفسك، وإنك دايمًا مش محتاج الدعم من أي حد. يعني مثلًا لو أنت متفق معاه على ميعاد معين، رايحين مثلًا مشوار أو مكان وقال لك أنا مش جاي، قُل له خلاص أنا هاقدر أروح المشوار ده لوحدي أو أقدر أكمل وأعتمد على نفسي. فلازم يلاقي فيك إنك بتثبت على موقفك ومبدأك وقادر تعتمد على نفسك. رقم 3، ما ينفعش تكرر كلام الاشتياق وكلام الحب على طول كده كل يوم، لأن الشخص لازم يلاقي منك إحساس كده إن مشاعرك دي مش سهلة ومش بسيطة، أو إنك ما بتقدرهاش، لأنك طول ما أنت بتكرر فيها على طول وباستمرار فأنت كده ما بتقدرهاش. رقم 4، حاول تظهر للشخص ده إن في ناس حواليك بتحب تتعرف عليك وفي ناس حواليك بتحب تتقرب منك، لكن ما تبالغش في كلامك. رقم 5، ما تعودش الشخص على إنك أنت دايمًا اللي بتبادر بالاتصالات أو بالرسايل، وده علشان تدّي له فرصة إن هو كمان يبادر ويتصل بيك. بس مش معنى كلامي كده إنك خلاص تبطّل إنك أنت تبادر بالاتصالات، لأ مش كده، لكن خلّي في توازن في طاقة المبادرة ما بينك وما بينه. ولو أنت بادرت ما تخلّيش عدد مبادرات من عندك يكونوا 3 مرات ورا بعض، يعني أقصى عدد مرات للمبادرة من عندك يكونوا في حدود 3 مرات ورا بعض، وتستنى أنت بقى ادّي له فرصة إن هو كمان يبتدي بالمبادرة.